من ساعتها وانا التوتر ده عندي، باخد برشام اللي بيهدي، مش بقدر. كان اخر الدنيا. تعبت تعبت والله العظيم، هو اللي حاسس بيه ربنا. والشكوى لغيره مثل، الشكوى لغير الله مثل. الحمد لله، بحمد على كل حاجه. اللي هيسمع القصة دي هيقول عليها إنها قصة خيالية أو إن في حد مألفها، لكن هي في الحقيقة قصة واقعية ومأساة كبيرة، وصاحبتها هي اللي حكتها بنفسها. القصة حصلت في مصر في منطقة شعبية جدا. كان في واحدة متجوزة وعندها 19 سنة بس، وكانت مخلفة بنت اسمها هبة وعمرها 4 سنين. الجيران كانوا دايما بيسمعوا جوزها وهو بيضرب فيها وبيزعق لها وبيهنها. كان بيعاملها أسوأ معاملة، لدرجة ان هو كان مخلي حياتها كلها جحيم. الزوجة دي كانت بنت بسيطة جدا وما كانتش متعلمة، واهلها كانوا ناس فلاحين وما كانش في حاجة عندهم اسمها طلاق. جوزك تستحمليه وتعيشي معاه لحد ما تموتي او هو يموت، مهما كانت تصرفاته ومهما كانت اخلاقه. وجوزها ده كان مصيبة، كان بيشرب مخدرات وكان مقضيها كباريهات، وكانت حالته منيلة ب60 نيلة. بمجرد ما كان يدخل البيت ويشوف مراته كان يفضل يضرب فيها ويعذبها، وهي ما كانتش بتقدر تتنفس ولا تتكلم طول ما هو موجود في البيت. وبعد ما يخلص ضرب فيها ينام معاه، ووشها وجسمها كله كدمات من الضرب، لحد ما الزوجة جابت آخرها وقررت تنتحر وتسيب بنتها هبة اللي عمرها 4 سنين، وتخرج بره في الشارع قدام الناس كلها وتكب على نفسها جاز وتولع في نفسها وتموت، الله يرحمها ويغفر لها. تموت منتحرة من العذاب اللي هي كانت عايشة فيه. وعلى طول جوزها يتصل بأمه ويقول لها تعالي الحقيني، مراتي المجنونة ولعت في نفسها. أمه جت وشافت المصيبة اللي هم فيها، وعلى طول عملوا لها عزا ودفنوها. بس الناس بدأت تتكلم وتقول إن مراته ماتت بسبب العمايل اللي كان جوزها بيعملها فيها، وسمعتهم باظت في المنطقة أكتر ما هي بايظة. فبدأوا يحاولوا يحسنوا صورتهم ويبرروا الموقف اللي حصل ده، وقالوا إنها كانت صغيرة وما كانتش متعودة على المسؤولية ولا قدها، لأن عمرها كان 19 سنة بس. وإحنا ربنا يعلم كنا بنحبها وبنعزها وقمنا معاها بالواجب، وزعلنا عليها جدا لما مات. ومن اللحظة دي الأم قررت تقعد مع ابنها عشان تاخد بالها من بنته هبة وتتولى مسؤوليتها وترعاها. هبة كانت بكل براءة بتروح تسأل على أمها، وجدتها ما كانتش بتبقى عارفة تقول لها ايه، فكانت بتقول لها ان ماما راحت لمكان بعيد وهترجع تاني ان شاء الله. هبة هي صاحبة القصة اللي احنا بنحكيها دي اصلا. فضلت هبة تسأل على مامتها لحد ما كبرت وبقى عندها 6 سنين، عايشة في بيت أبوها مع جدتها وعمتها اللي لسه ما اتجوزتش. وأبوها على وضعه بيرجع البيت زهقان ومتعصب وعلى طول سكران وحالته نيلة. هبة زي ما قلنا إن بقى عندها 6 سنين، ووصلت للمرحلة اللي المفروض تدخل فيها المدرسة. فجدتها بدأت تتكلم مع أبوها وتقول له عايزين ندخل هبة المدرسة، وقالت له أنا هنزل دلوقتي عشان أجيب لها الحاجات اللي هي هتحتاجها للدراسة. لكن أبوها رفض وقال لها دراسة ايه ومدرسة ايه، انا اصلا مش هدخلها المدرسة. وبدأ يزعق ويتعصب ويقول لها انا حر، هبة ديت بنتي وانا هقعدها في البيت ومش هدخلها المدرسة ابدا. امه حاولت تغير رأيه بأي طريقة وقالت له يا ابني خليها تتعلم زي باقي الاطفال اللي في سنها، لكن هو كان مصمم على رأيه. وبدأ يزعق لأمه نفسها وقال لها ما تتدخليش في اي حاجة تخصني انا وبنتي، وبعدين كفاية عمايل امها اللي هربت مع عاشقها وسابتنا وعملت لنا فضيحة. انا مش عاوز بنتي تطلع معقدة نفسيا ولا تطلع زي امها. وهنا جدة هبة اتلخبطت وما بقتش عارفة تتكلم ولا عارفة تقول ايه. تقول لهبة ان اللي ابوك بيقوله ده ما حصلش وان هو كذاب، وتقول لها ان امك ماتت بسبب ضربه وتعذيبه فيها. طبعا ما قدرتش تتكلم واكتفت بانها تقول له انت حر يا ابني في بنتك. ودلوقتي هبة بدأت تفكر في الكلام اللي ابوها قاله على امها، لانها كانت صغيرة وما كانتش حتى فاكرة ملامحها، وجدتها ما كانتش بتجيب سيرتها خالص ولا حتى بتوري لها صورتها. وفضلوا على كده لحد لما هبة كبرت وبقى عندها 11 سنة. هبة كانت بنت جميلة جدا، وكانوا قاعدين في منطقة شعبية زي ما قلنا، والبيوت فيها قريبة من بعضها. فهبة كانت بتطلع تنشر الهدوم فوق السطح، وأي حد كان بيشوفها كان بيعجب بيها وبيكلم أهله علشان يروح يتقدم لها. هبة كان عندها 11 سنة بس شكلها وجسمها أكبر من سنها. وجدتها كانت بتفرح جدا لما كان حد يجي يتقدم لها، بس أبوها كان بيرفض ويقول لها مستحيل، البنت لسه صغيرة، هو أنا مجنون علشان أجوزها في السن ده وتروح تتعذب؟ أمه هنا كانت بتتضايق جامد من كلامه، لكن برضه كانت بتقوله بنتك وبراحتك واعمل اللي انت عايز تعمله. هنا انت ممكن تقولوا ان هو بيتصرف صح،
وإنه ضد إن بنته تتجوز في السن الصغير ده، لكن صدقوني اللي جاي هيصدمكم. طبعا احنا عرفنا إن أبو هبة بني آدم مش طبيعي ومريض نفسيا وبتاع كباريهات وبيشرب خمرة ومخدرات. أبو هبة كان كل تفكيره إزاي حد يجي ياخد بنتي وأنا موجود، أنا أولى بيها. في يوم راح على أوضتها وهي نايمة وبدأ يدخل بشويش ويقرب ناحيتها. هبة صحيت وأول ما شافته انصدمت، إيه اللي مدخل أبويا عندي بالليل وفي الوقت ده؟ وكمان جدتي نايمة، وبدأت تخاف وتفكر هو عاوز إيه بالظبط. ومرة واحدة تلاقي أبوها هاجم عليها وماسكها وقافل بقها ويقول لها لو عملت صوت أقسم بالله العظيم لا أذبحك، وياخد شرف بنته بنفسه. مش فاهم إزاي الناس كلها بتحافظ على شرفها ما عدا البني آدم ده بيهتك عرضه بنفسه. بعد ما خلص عملته القذرة دي قال لبنته لو اتكلمتي ولا فتحت بقك ولا قلت لجدتك ده هيكون آخر يوم في حياتك. والبنت طبعا كانت صغيرة وما قدرتش تعمل أي حاجة غير إنها تسكت من الخوف. وأبوها طبعا استحلى عملته القذرة دي وفضل يكررها كل يوم في نفس الميعاد، لحد ما في يوم جدتها لاحظت إن العادة الشهرية عندها اتأخرت أكتر من اللازم ووشها بقى أصفر وعلى طول دايخة. فجدتها شكت على طول فيها وقالت أكيد البنت دي عملت حاجة من ورانا، استغلت إن أبوها بيخرج للشغل الصبح وأنا ساعات بكون نايمة أو اتشغلت عنها وهي اتصرفت غلط من ورانا. وما كانتش تعرف المصيبة اللي مستنياها. الجدة بكل هدوء كلمت هبة وقالت لها جهزي نفسك علشان نروح المستشفى. وفعلا راحوا المستشفى والدكتور فحص هبة، وبعد الفحص قال لها مبروك يا حاجة بنتكم حامل. الجدة هنا انصدمت وما كانتش عارفة تسيطر على ملامح وشها من الغضب، بس في نفس الوقت كانت خايفة من الفضيحة، وده اللي خلاها تمثل قدام الدكتور انها فرحانة بالخبر ده. وقامت حضنت هبة وهي بتقول الف حمد وشكر ليك يا رب، وبدأت تشكر في الدكتور. وهبة في وسط ده كله ما هيش فاهمة اي حاجة ولا عارفة ايه اللي بيحصل ولا عارفة اصلا هي بقت حامل ازاي. المهم جدتها خدتها في تاكسي ورجعوا مع البيت ووشها بدأ يتغير 180 درجة. واول ما دخلوا من البيت جدتها مسكت العصاية ونزلت فوق هبة بالضرب، تضربها بكل قوتها وتقول لها مين اللي عمل فيكي كده. وهبة المسكينة مش قادرة تتكلم، خايفة من تهديدات أبوها اللي قال لها هموتك، وفي نفس الوقت خايفة من جدتها اللي نازلة فيها ضرب. جدتها بدأت تتعب من كتر الضرب فيها وقعدت علشان تاخد نفسها وسألتها بالراحة مين يا بنت اللي عمل فيكي كده وضحك عليك؟ عرفيني علشان ما نتفضحش قدام الناس كلها. وهنا هبة تقرر ترد على جدتها وتصدمها بالإجابة وتقول لها أبويا هو اللي عمل فيا كده، أبويا هو اللي كان بيجيلي بالليل ويعمل معايا كده، وكان بيهددني إن لو اتكلمت ولا فتحت بقي إنه هيموتني. جدتها هنا اتصعقت من كلام هبة، بس في نفس الوقت ما كانتش قادرة تكدبها لأنها عارفة ابنها وعارفة عمايله السود. وفي نفس الوقت هبة كانت معاها ال 24 ساعة في البيت وتحت عينيها وما كانتش بتخرج بره البيت خالص، مش بعيد على ابنها يعمل كده اصلا. جدتها كلمتها وقالت لها يا هبة ان اللي حصل ده لازم يفضل ما بيني وبيني وما تعرفيش بيه مخلوق، احنا مش عايزين فضايح لحد لما نلاقي حل للموضوع ده. الجدة فضلت مستنية ابنها لحد ما يرجع من بره، وطبعا رجع سكران زي عادته. اول ما فتح ودخل البيت راحت نازلة على دماغه بالعصاية وفضلت تضربه وهي بتسب وتلعن فيه وتقول له يا واطي وصلت بيك لدرجة انك تهتك عرضك بنفسك؟ ايه اللي يخليك تعمل كده؟ ايه الفكر الشيطاني اللي يوصلك للمرحلة دي؟ مش كفاية انك السبب في انتحار امها ويتمتها بدري، كمان تعتدي على شرفها وبنفسك؟ ده الكافر ما بيعملش عملتك دي، روح يا شيخ ربنا ما يوفقك لا دنيا ولا اخرة. الجدة طبعا كانت منهارة في الوقت ده وما كانتش عارفة تعمل ايه. اخدت هبة ودخلتها في اوضة وحبستها وما خرجتهاش خالص لحد ما جه وقت الولادة، وولدتها هي وعمتها في البيت، والمولود كان ولد. بعد الولادة على طول جدة هبة أخدت الولد وادته لعمه، وعمه خده وخرج بيه وفضل يبص في الشارع يمين وشمال عشان يتأكد إن مفيش حد، ومشي بعيد شوية عن المنطقة اللي هم عايشين فيها، وبعدين رمى الطفل في الشارع ورجع البيت تاني. هبة صحيت بعد الولادة بشوية وكانت تعبانة، بس في نفس الوقت كانت بتسأل على ابنها ونفسها تشوفه، وقالت لجدتها بصوت تعبان فين ابني أنا عاوز أشوفه. جدتها ردت عليها وقالت لها ابنك من أبوكي، احنا درينا فضيحتنا ورميناه في شارع بعيد، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم كلهم، بيعالجوا المصيبة بمصيبة أكبر،
داروا الفضيحة بجريمة. جدتها بدأت تتكلم مع عمتها وتقول لها مشكلة الولد وحليناها، هنعمل ايه دلوقتي مع هبة؟ لازم نجوزها بسرعة علشان وضعها كده صعب. عمة هبة قالت لها ما تشغليش دماغك، انا هتصرف، في واحد اعرفه ممكن يتجوزها ويستر عليها وعلينا. قالت لها هو مين ده؟ قالت لها ده واحد بيقف على عربية فول على ناصية الشارع، انا هكلمه وان شاء الله هيوافق. الجدة قالت لها اهم حاجة ان هو يوافق ويستر علينا. وراحوا للراجل ده فعلا وبدأوا يلمحوا له بالموضوع. وجدة هبة قالت له تعالى عندنا البيت وانا هشرح لك كل حاجة. وفعلا الراجل راح وجدة هبة حكت له كل حاجة بالتفصيل. الراجل قال لهم بصوا انا متجوز وما بحبش المشاكل، لكن هتجوز بنتكم لمدة شهر واحد بس علشان نستر عليها. الجدة قالت له احنا مش عايزين اي حاجة غير كده، وكده عداك العيب. وراحت كلمت ابنها وقالت له احنا هنجوز هبة ومش عايز اسمع صوتك خالص وما تتكلمش وكفاية اوي اللي انت عملته. الاب هنا سكت وما عملش اي حاجة خالص ونزل راسه لتحت وقال لها اعملوا اللي انتوا عايزين. الجدة راحت لهبة وقالت لها جهزي نفسك النهاردة كاتب كتابي، بنت عندها 11 سنة هتتجوز واحد عنده 40 سنة وكمان متجوز وعنده عيال. الراجل ده كان شخص بسيط جدا وكان من الأرياف وسكن هبة مع مراته وعياله. وأول ما هبة دخلت البيت مراته مسكتها من إيديها وقالت لها لازم تعرفي إن البيت ده ليه قوانين لازم تنفذيها وتمشي عليها، وأظن كفاية يعني إن جوز اتجوزك وسطر عليكي ودورك إنك ترد الجميل ده وتعملي اللي هقولك عليه. طبعا الزوجة الحاجة الوحيدة اللي كانت محركاها غيرتها، كان هدفها الوحيد انها ما تديش وقت الهبة تخلو فيه مع زوجها. خلص الشهر ورجعت لبيت ابوها بعد ما اتطلقت، وكان عندها حرية في الخروج اكتر من الاول. في يوم وهي بره شافها شاب عمره حوالي 30 سنة، اعجب بيها جدا وفضل ماشي وراها لحد ما عرف مكان بيتها وقال خلاص هي دي شريكة حياته. وتاني يوم استناها لحد لما خرجت من البيت ومشي وراها وفضل يكلمها، وهي طبعا كانت رافضة تقف وتكلمه لحد لما قال لها استني بس انا والله معجب بيكي ووالله نيتي خير. هبة قالت اما اشوفه هو عايز ايه وحكايته ايه بالظبط. اتكلم معاها وقال لها ان هو عاوز يتقدم لها، وفعلا راح لبيت اهلها وتقدم لابوها وابوها وافق وكتبوا الكتاب. وهبة استريحت له وحكت له قصتها كلها من الالف للياء، وهو قعد يطمنها ويقول لها اهدي يا هبة وما تخافيش ومفيش اي حاجة هتحصل لك تاني وانا معاك. وتعدي الايام والاسابيع وهبة تكتشف ان الراجل اللي هي متجوزاه ده نسخة من ابوها، بيشرب وبيسكر وحالته سودة، يمكن اكتر شوية من ابوها كمان. وده لان جوزها كان بيدخل البيت هو واصحابه ويجيب معاهم بنات وهي ما كانتش بتقدر تتكلم ولا تفتح بقها، ورضيت بالامر الواقع وعاشت بيه وخلفت منه مصطفى ومنى، وكانت فرحانة جدا بيهم وقالت هم دول اللي هيعوضوني عن كل حاجة. ففضلت عايشة مع جوزها الخمرجي ده 15 سنة، 15 سنة ضرب وتعذيب وقلة قيمة، لحد ما هبة قررت انها تتطلق منه، وعيالها شجعوها على القرار ده. رفعت عليه قضية خلع في المحكمة واتطلقت منه، وبعد فترة ربنا رزقها بواحد ابن حلال تاني واتجوزته وعاشت معاه هي وأولادها، وهو كمان كان عنده أولاد وعاشوا كلهم مع بعض. وفي يوم أخو طليقها الأولاني كلمها وقال لها أنا عاوز أجي أشوف ولاد أخوي. قالت له مفيش مشكلة تقدر تيجي وتشوفهم وقت ما تحب. المهم جه وقعد معاها وجوزها كان موجود والأمور كانت طبيعية وما كانش في أي مشاكل. ومجرد ما جوزها قام ودخل الحمام أخو طليقها قال لها بص يا هبة بصراحة أنا مش قادر أشوفك مع حد غيري وانا اولى من الغريب وعاوزك تبقي معايا. هبه ردت عليه وقالت له ما ينفعش، انا دلوقتي ست متجوزه ومفيش علاقه تربطني بيك غير انك عم عيالي، ولو سمحت انسى الموضوع ده خالص وخرجه بره دماغك. اخو طليقها ده خرج من عندها وهو مش طايق نفسه وقلبه اتملى غل وحقد من ناحيتها، وما بقاش يفكر في اي حاجه خالص غير ان هو ازاي يأذيها وينتقم منها. فراح لبيت اخوه وبدأ يتكلم معاه وهو سكران وحالته كانت طين، وقال له بص يا اخويا انا عايز اتكلم معاك في موضوع بس من غير ما تتضايق ولا تزعل. انا فعلا رحت اطمن على اولادك عند طليقتك بس لقيتها مع جوزها وما كنتش حابب ان ولادك يقعدوا مع واحد غريب، وخصوصا يعني ان بنتك كبرت وما ينفعش تقعد مع واحد غريب. طليقها ده اتضايق جامد وقال له هبه اتجوزت مين وليه محدش عرفني اصلا انها اتجوزت؟ اخوه قال له اتجوزت وقاعده هي وابنك وبنتك الكبيره مع واحد غريب. طليقها اتعصب جامد وقال له علشان كده هي خلعتني وانا اقول هي عرفت طريق المحاكم منين وجابت الجراءه ديت منين. شكل جوزها ده هو اللي كان مشجعها على كده وقال لها اتطلقي وانا هتجوزك.
بس وربنا لو وريه. طليق هبة أخد عنوان البيت من أخوه وفضل يراقبها ويعرف هي طالعة فين وراحة لمين وبترجع امتى. وفي يوم كانت متفقة هي واحدة جارتها إنهم ينزلوا مع بعض ويروحوا السوق، وفعلا نزلوا. وهي ماشية في الشارع لقت واحد بينادي عليها باسمها في الشارع وبيقول لها يا هبة. هبة بكل تلقائية بتبص وراها وتشوف مين، لقت مية نار محدوفة في وشها. قعدت تصرخ ووشها كله ساح واتحرق، وواحدة من عينيها اتعمت تماما ما بقتش بتشوف بيها. وطليقها المجرم ده يجي ويقول لها بعد عملته السودا ديت علشان محدش يبص في وشك تاني. هبة جارتها خدتها على طول وطلعوا على اسم الشرطة، عملوا فيه محضر واشتكوه، وبعد كده راحوا على المستشفى. وفعلا الشرطة جابته واتقبض عليه. وفي خلال التحقيق الشرطة اكتشفت انه عنده جريمة قتل مع وقف التنفيذ لعدم ثبوت الأدلة، وجمعوا له الجريمتين مع بعض، والمحكمة حكمت عليه ب15 سنة سجن، ومن ضمنهم 3 سنين في قضية هبة. حياة هبة اتقلبت تماما بعد ما كانت شبه مستقرة. جمالها راح وجوزها ما بقاش قادر يبص في وشها بعد اللي حصل لها، وكانت بتتحايل عليه ان هو يعالجها، وكان بيقول لها اعالجك ازاي وانا في ما بيني وما بينك طفل علشان اعالجك. تقريبا هو نسي ان هي مراته، وللاسف هبة صدقته وحاولت تخلف منه علشان يعالجها. وفعلا ربنا كرمها وحملت بولد، وراحت عشان تقول له وتفرحه وفي نفس الوقت ينفذ وعده ليها ويعالجها. الندل ده قال لها بص بصراحة انا عندي شرط كمان، انا هتجوز واحدة تانية، واللي انا عايزه منك انك تساعديها وتخدميها، وانا في مقابل ده هعمل لك اللي انت عايزاه. هنا هبة عرفت واتأكدت ان هو بيستغلها ومش هيعمل لها حاجة، وما كانش قدام هبة اي طريق غير انها ترجع لبيت ابوها تاني، ابوها اللي هي محرمة على نفسها تدخل بيته. راحت ودخلت البيت ولقت البيت فاضي، جدتها ماتت وابوها جات له جلطة، ومفيش حد بيتولى مسؤوليته ولا رعايته غير عمتها، ومن الاخر مفيش اي حد يقف جنبها ولا يساعدها في حاجة. هبة دخلت على ابوها وقالت له سامحني، انا اسفة ان انقطعت عنك الفترة دي كلها، انا اتبهدلت قوي واتظلمت كتير. بالرغم من ان ابوها ده اصلا هو السبب في كل اللي هي مرت بيه في حياتها، هو السبب في كل اللي حصل لها ده. هبة قالت له بص انا بقيت عاملة ازاي ووشي اتشوه ازاي، انا شفت العذاب الوان. ابوها طبعا ما كانش قادر يتكلم ولا عارف يقول لها ايه، بس حس بالندم في اللحظة دي وحزن على بنته حزن كبير. هبة فضلت عايشة مع أبوها هي وعيالها لمدة 15 سنة، وأبوهم طلع من السجن ورجع لبيته. وفي خلال الوقت ده واحد اتقدم لمنى بنت هبة وخطبها، وهنا هبة فرحت وقالت أخيرا في فرحة حقيقية هتدخل في قلبي وهشوف بنتي الوحيدة عروسة. هبة حالتها المادية كانت صعبة جدا لدرجة إنها كانت بتفكر إنها تبيع واحدة من كليتها علشان بنتها منى، لأنها كانت دايما حاسة إنها ما قدمتش أي حاجة لعيالها الفترة اللي فاتت غير المعاناة. فبنتها لما عرفت كده قالت لها كفاية اللي انت قدمتيه في حياتك علشاننا، احنا اللي المفروض نعوضك عن كل اللي انت مريتي بيه. وفعلا بدأوا يجهزوا للفرح علشان الوقت قرب. منى قالت لأمها انا عايز اطلب منك طلب يا ماما بس خايفة تزعلي مني. امها قالت لها اطلبي يا بنتي، انا عمري ما ازعل منك، ده انتوا اللي ليا انت واخوك. فقالت لها انا بصراحة عايز اشوف ابويا واخد رضاه علشان ربنا يبارك لي في حياتي اللي جايه. امها قالت لها يا بنتي انا ما اقدرش امنعك عن ابوك، بس لازم تاخدي بالك وتحرصي منه. قالت لها اكيد طبعا يا ماما، واكيد ابويا كمان بعد 15 سنة سجن بيكون حاله اتصلح وبيكون ندمان على اللي هو عمله، ومش بعيد كمان لو احنا سامحناه يجي يعتذر لك ونرجع كلنا عيلة تاني واحسن من الاول. منى كلمت خطيبها وخدها وراحوا فعلا لابوها، واول ما خبطت على البيت وفتح لها وابوها شافها قعد يعيط من كتر الفرحة، وفضل يحضن فيها وينزل عند رجليها ويقول لها سامحيني يا بنتي انت وامك واخوك، انا فعلا اتغيرت وال15 سنة سجن دول غيروا فيا كتير. منى عيطت وقالت له خلاص يا بابا ما تعيطش، ما تعملش كده، احنا مسامحينك واكيد ماما كمان هتسامحك. قعدوا يتكلموا وابوها قعد يحكي لها عن اللي حصل في ال15 سنة، وان هو خلاص ندمان عن كل اخطائه، وان هو ما هوش عايز اي حاجة يعملها غير ان هو يعوضهم عن كل اللي حصل لهم بسببه. وكلم خطيب بنته وتعرف عليه والامور كلها كانت تمام والقعدة كانت 10 على 10. خطيب بنته قال له هستأذنك انا بقى يا عمي لان الوقت اتأخر، وان شاء الله هجيلك في وقت تاني مرة تانية. الاب هنا قعد يكلمه بصعبانية ويقول له علشان خاطري خليك شوية، انا ملحقتش اشبع من بنتي،
هنا البنت بصت لخطيبها وقالت له خلاص روح، انا هخليني شويه هنا مع ابويا واقعد معاه الفتره دي. خطيبها قال لها تمام وخد بعضه ومشي. ومنى كلمت امها وقالت لها انا هقعد عند ابويا الفتره دي واجهز نفسي من عنده واطلع من عنده على الفرح. وامها قالت لها تمام مفيش مشكله، بس خلي بالك من نفسك وطمنيني عليكي باستمرار. وفعلا ابوها كان كويس معاها اول شهر وكل حاجه كانت تمام والامور كلها كانت 10/10. وكانت بتكلم امها وبتحكي لها كل حاجه بالتفصيل وبتقول لها ان قد ايه ابوها بقى كويس وانصلح حاله. تاني شهر منى اتصلت بامها هبه وقالت لها انا كرهت اليوم اللي جيت فيه لابويا وقعدت معاه، كل يوم جايب بنات معاه ويعمل معاهم علاقه قدام عيني، مش مراعي خالص ان انا بنته حتى. هبه قالت لها خليكي مكانك يا بنتي انا جايالك دلوقتي. قالت لها لا يا ماما لو جيتي وشافك هيقتلك. هبه قفلت مع بنتها وراحت على طول للشرطه وحكت لهم الحكايه كلها، والشرطه طمنتها وقالت لها خلاص احنا هنعمل اللازم وما تقلقيش. لكن طبعا هبه كانت قلقانه وما استنتش الشرطه، راحت على طول على بيت طليقها وخبطت على الباب، وبنتها اللي فتحت لها. اول ما فتحت الباب راح طليقها ساحب هبه ومدخلها جوه ونازل ضرب فيها، وراح ماسك السلسله الحديد ولاففها حوالين رقبتها وبيحاول يخنقها بيها. في اللحظه دي منى اتدخلت وراحت زق ابوها من فوق امها وقالت لها اهربي بسرعه يا ماما. وفعلا هبه هربت من الخوف وسابت بنتها. ويعدي اقل من اسبوعين على الحادثه دي ويجي لهبه تليفون يقول لها بنتك ماتت مرميه من الدور الثامن. على طول هبه اتحركت وراحت على المكان هي وابنها مصطفى. تتفاجئ انها تلاقي جثة بنتها في الشارع وفي اجزاء منها متبعترة في كل حتة في المكان. في اللحظة دي هبة انهارت وفضلت تعيط على جثة بنتها، تعيط وتقول حرمني منك وحرمك مني، يا رب احرمه الجنة ويا رب هاتلي حقي وانصرني عليه. الشرطة طبعا قبضت عليه وهبة عينت محامي علشان يدافع عن قضية بنتها، وكانت بتدبر فلوس المحامي ده. ومرة واحدة يجيلها تليفون من رقم غريب ويطلع طليقها هو اللي بيكلمها في التليفون، بيكلمها ويقول لها ايه جاتلك جلطة ولا لسه؟ هبة انصدمت وقالت له الله يخرب بيتك، الله ياخدك، انت ازاي طلعت؟ انت ازاي مش محبوس دلوقتي؟ ما تقعديش تتعبي في نفسك وتروح تلمي فلوس علشان خاطر المحامي. وفضل يضحك بطريقة مستفزة لحد لما هبة صوتت في التليفون وقالت له قول لي انت ازاي طلعت؟ قال لها ان قلت للشرطة ان بنتي كانت بتتكلم في التليفون مع واحد غريب، ورحت اخد منها التليفون واربيها واضربها زي اي اب. البنت خافت وحدفت نفسها من البلكونه. هبه فضلت تصرخ بطريقه هستيريه وتقول والله كذاب، انت اللي قتلت بنتك، انت اللي قتلت بنتي، والله العظيم انت اللي قتلتها، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. قصه هبه اتنشرت وفي برامج كتير بدات تتكلم عنها، ومن ضمنها برنامج لبناني قرر ان هو يعوض هبه بمبلغ مالي. وانا اعتقد ان مفيش فلوس في الدنيا كلها تقدر تعوض هبة عن اللي حصل لها، وان الوحيد اللي قادر يعوضها هو ربنا، هو اللي قادر يجيب لها حقها ويعوضها عن كل اللي هي مرت بيه. وبكده تكون قصتنا خلصت. ما تنساش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان توصلك الفيديوهات الجديدة، وان شاء الله تكون القصة عجبتكم.